السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم النهارده بحلقة مميزة جدا بالنسبة لي، لأن النهارده أول طلب من أحد متابعين القناة كان طلب مني إن أنا أعمل تقييم للأوبل زافيرا. وأنا النهارده قدرت أتحصل على الأوبل زافيرا الفيس ليفت بتاع الجيل الثاني بتاعتها سنة الانبداء 2008. استنونا. الأوبل زافيرا هي طبعا تنتمي لفئة الميد سايز كلاس ام بي في. تمام، هي طبعا مبنيه، دايما سمعت كلمه ميد سايز كلاس يبقى مبنيه على الكومباكت، على العربيه الكومباكت بتاعت نفس البراند، يبقى مبنيه على الاوبل استرا. هي بتنافس في السوق، منافستها الاولى طبعا الفولكس فاجن توران، دي المنافسه الاولى بتاعتها. هو في الجيل ده مع التوران، لما نفسه التوران باعت حوالي في اوروبا 6000 وحده، ودي باعت بس 2000 وحده. وبرضه بتنافس في السوق عربيات زي الرينو سكينيك، زي السيتروين سي 4 بيكاسو 2، والفيات مالتيبا. قبل ما نخش في برضو التفاصيل اكتر، تلاقي هنا انا حاطط على الشمال هنا كل الفصول بتاعه الفيديو بتاعتنا، مقسمهم. ممكن توصل لهم انك تدوس على كلمه اوفر فيو اللي موجوده تحت هنا اهو، هيطلعوا لك على الشمال، او ان هتلاقيهم في السكرول بار الفصول دي، او هتلاقيهم في الديسكربشن. وطبعا ما تنسوش ان انتوا تعملوا معانا سبسكريبشن في القناه، ولو عجبكم الفيديو كالعاده ادفعونا 1 لايك وانشروها واعملوا شير لكل الحبايب. هي نزل منها بالظبط 4 اجيال. الجيل الاولاني ابتدى في سنه 1999 وانتهى في 2003، وطلع 2 فيس ليفت بعدها، الارقام موجوده قدامكم اهي. ثم الجيل الثاني اللي منها اللي هو اللي يهمنا، اللي هو ابتدى اسمه زافيرا بي، وده ابتدى في سنه 2006 وانتهى في 2008، او مش انتهى، طلع الفيس ليفت بتاعه اللي هو من 2008 ل 2014. وده اللي يهمنا الفيس ليفت ده، لان ده اللي عندنا النهارده. طبعا زي ما قلت، هي لغايه الى هذه اللحظه هي العربيه ميد سايز ام بي في تتبع هذه الفئه. لكن بعد كده في الجيل الثالث لما طلعت في 2011 الى 2016، هم خدوها على نفس قاعده العجلات اللي بتاعت اوبل استرا، وقتها كانت اوبل استرا جي، وكبروها شويه. فلما كبروها صنفت على اساس انها لارج سايز ام بي في، وبدات تنافس عدوتها اللدود اللي هي الفورد اس ماكس. ده كان المنافس بتاعها. ثم طلع الفيس ليفت بتاعها 16 ل 19، واخيرا طلع منها الجيل الرابع بقى بعد خلاص ما موضه الام بي فيز ماتت خالص. طلع الجيل الرابع بتاعها اللي هو من 2019، وده غيروها تماما، كبروها جدا وخلوها طلعوها من مجموعه الام بي فيز لمجموعه الفانز او الباسنجر كارير، وصنفت على اساس انها لارج سايز او لارج باسنجر كارير. تعال نشوف بقى تصميمها عامل ازاي. التصميم من الجنب برضه كان يتبع الموضه اللي ماشيه وقتها مع الام بي فيز. الشبابيك كبيره، العربيه طبعا الاتش بوينت بتاعها اللي هي القاعده بتاعتها واطيه، الا انها هي بتبقى عاليه، دي سمه الام بي فيز. فالشبابيك هتلاقيها كبيره جدا، كويسه جدا للاطفال من جوه. هتلاقي هنا الشباك متقسم لاثنين، تمام. وفي هنا برضو الشباك الثالث بتاعها عشان الصف الثالث من الكراسي اللي احنا عندنا النهارده الثلاث صفوف. انبعاجات بسيطه جدا موجوده في العربيه، في تجعيده هنا بسيطه ماشيه مع العربيه، وفي هنا زي سكيرتنج بسيطه عشان يدي حمايه، وتحت هنلاقي السكيرتنج الثاني اللي هو جزء من شاسيه العربيه. وهنلاقي برضو فوق هنا تنزل كلهم الجنريشن ده كله نازل بروف ريلز من فوق، والجنود بتاعتنا كلها جنود 16. نطلع قدام شويه هنلاقي المرايات، هنا مرايات كهرباء لكن ما فيهاش اي نوع من انواع القشرات موجوده تحت هنا اهي. والارشز الموجود هنا كلها جزء من الشاسيه، ما فيش اي نوع من انواع الكاوتش او البلاستيك اللي محاط بالارشز بتاعتها. تعال نشوف الشكل قدام عامل ازاي. الازاز القداماني الصراحه زاويته حاده جدا عشان يحسن من الايروداينامكس، وهنزل تحت على الكبوت برده هو مش مستوي، لكن نزل تحت اكتر عشان يحسن برده الايروداينامكس، لان كان الغرض من العربيات دي كلها انها تدي اكبر مساحه وتبقى الموظف عشان يقدر يوفر بنزين ويقدر يوفر مصاريف على قد ما يقدر. بعد كده هننزل لتحت، هنا هنلاقي ان او على الكبوت نفسه في هنا تجعيده في النص بسيطه، تجعيدتين في الجنب هنا وخلاص. الشبكه اللي من قدام هنا كلها شبكه حقيقيه، هي كلها شبكه فبر، خطوط متطعمه بالكروم، علامه اوبل باينه في النص زي ما انتم شايفين. وننزل بعد كده نكمل لتحت، هنلاقي الشبكه الثانيه اللي موجوده برده نفس الستايل، عباره عن خطوط فبر ومتطعمه كلها بالكروم. وتحت الشاسيه بتاعنا اللي هو جزء من الجسم.
وهنلاقي هنا الانوار كلها الموجوده عندنا كلها انوار هالوجين، الاضواء العاليه والاضواء النهاريه كله هالوجين مع الاشارات طبعا. وتحت خالص هنا هنلاقي انوارات الضباب الاماميه، انوار الضباب الاماميه اسف. من ورا هنلاقي فوق هنا مفيش سبويلر خالص، هو في بس اضواء الفرامل العاديه. الازاز الخلفي ازاز كبير. المساحه اللي هنا الصراحه مساحه كبيره جدا بتغطي معظم الازاز، بصراحه معموله كويس جدا. علامه اوبل في النص هنا برده معموله بالكروم. الاضاءات اللي موجوده هنا كلها اضاءات هالوجين، الثلاث اضاءات الموجوده كلها هالوجين طبعا. كلمه زفيره باينه كده واضحه قدامنا وجميله. الحته اللي تحت دي كلها معموله بالكروم. وننزل تحت على الاكسدام برده اللي هو طبعا فبر، لكن هو متركب على الشاسيه بتاع العربيه. يلا نشوف الكبوت بتاع الشنطه بتاعتها عامله ازاي. يتفتح من تحت هنا ادي خالص. طبعا الشنطه في حاله السبع كراسي كلهم مرفوعين، مساحتها السعه التخزينيه بتاعتها بتبقى 140 لتر، صغيره جدا. الا ان هنا ما فيهاش اي بروز تحميل خالص، فممكن تاخد الشنطه بتاعتك تسحبها عادي خالص وتحطها، ما فيش اي مشكله. ما فيش هنا اي سمارت فيتشرز موجوده في العربيه، الا بس اماكن تخزين صغيره موجوده هنا وعلبه فيوزات بس كده. وفي الحاله دي انت ممكن تحط في الشنطه دي يا اما شنطتين متوسطين يا اما شنطه متوسطه وشنطه صغيره، وممكن حاجات بسيطه هنا عشان تكمل المساحه اللي فوق دي. غير كده هي الشنطه دي ما تشيلش اي حاجه ثانيه. طيب تعالوا نشوفوا بقى الصف الثالث من الكراسي لما نيجي ننزله. اول حاجه لازم نحرك الكرسي اللي قدام ده، الصف الثالث نحركه قدام. فهنحركه من هنا، لازم يتحرك كله. ثم بتيجي من هنا من خلال المقبض ده بتدوس عليه وتنزل الكرسي ده بالمفاصل زي ما انتم شايفينها كده. كذلك برضو الكرسي ده، وتروح على طول منزل دولت وفارد عندك المساحه دي. في الحاله دي السعه التخزينيه بتاعه الشنطه بتبقى 840 لتر في الحدود دي تقريبا، مش متذكر قوي. الا ان المساحه لا زالت برضو مستويه جدا، ممكن تاخد الشنطه بتاعتك وتزقها مفيش اي مشكله. وفي الحاله دي زي ما انتم شايفين طبعا الكميه اللي ممكن نحطها من الشنط، انا حاطط شنطتين سفر كبار، شنطه متوسطه، شنطه صغيره، وممكن تعلي فوقيهم كمان، وممكن تستخدم المساحه دي. فلو انتوا عيله كبيره مسافرين فالشنطه دي تكفيكم مستريح. تعال نشوفوا بقى لما نقفل الصف الثاني من الكراسي الدنيا هتبقى عامله ازاي. لازم طبعا من المقبض ده تروح مرجع الكراسي كلها لورا، ثم بعد كده تقفل الكراسي. الكراسي على فكره كل كرسي مستقل بذاته، فلازم بتقفله لوحده. هنا في زي يد بتدوس عليها، ولازم تروح رايح بالتاني وتروح منزل الكرسي كده. احنا استخدمنا او يعني فتحنا كل الكراسي، قفلنا كل الكراسي اسف. مساحه التحميل بتاعتك بتبقى حوالي 1800 لتر، 1800 وكسر لتر. والا ان طبعا في بروز هنا تحميل زي ما انتم شايفين من الكراسي اللي قدامانيه دي، ولكن برضو هي مش هتضايقك قوي. يمكن لما تحمل حاجات كبيره مثلا طويله قوي يمكن هتضايقك، غير كده انت ممكن تستخدم المساحه دي كلها ل 1800 لتر دول زي ما انت عاوز. تعالوا نشوف بقى اختيارات المواتير الموجوده عندنا. احنا عندنا اختيارات مواتير متعدده في الاوبل زافيرا، في خمس مواتير اسف بنزين، واربع مواتير ديزل، وموتور واحد غاز طبيعي. انا رصاصها كلها قدامكم اهمت على اليمين. كل واحد لما يجي يختار بعد كده يجي يشتري العربيه دي في المستعمل، طبعا في سوق المستعمل، يعرف المواتير اللي هيشتريها ويعرف امكانيات كل المواتير. اللي يهمني الموجود عندي النهارده اللي هو الموتور اللي هو اول واحد عندنا، اللي هو ال1.6، هو اسمه ايكو فليكس، لكن هو كان هنا كان غيروه الايكو تيك، لكن بعد كده رجعوه تاني الايكو فليكس، تمام، عشان الناس ما تتلخبطش يعني. كان هو على فكره فرق بسيط جدا يعني. هو طبعا تنفس طبيعي مش تربو، تمام. هو في 2 مواتير تربو بعد كده اللي هو من 2 لتر او 2000 سي سي، دول اللي فيهم تربو، انما ال 1.6 ما فيهوش تربو. ف 1.6 ده هو طبعا 5 مراعات مانيوال، تمام، نقل مانيوال، بيدي معاك 115 حصان و155 نيوتن متر توك عزم، وسرعه قصوى ل 185 كيلومتر في الساعه، وبيحرق بنزين 7.1 لتر لكل 100 كيلو، واخيرا بيتسارع من 0 الى 100 في 13.4 من الثانيه. كل المواتير الموجوده في الرينج ده كلهم 4 سلندر وكلهم جر امامي. تعالوا نشوف الانتريور بتاع العربيه عامل ازاي. والله هو عملي في وقتها، ما فيهوش اي حاجه مثيره قوي. المواد المستخدمه اللي فوق هنا كلها سوفت تاتش كده محبحبه، مش وحشه والله، كويسه الى حد ما. انت طبعا تاني زي ما متجمع تلاقي بلاستيك الرخيص. من فوق هنا رجعنا تاني للمواد الكويسه، هنا شويه قماش. مسند الايد هنا والله برده سوفت تاتش مش وحش، كذلك هنا برده من الجنابات، لكن طبعا تنزل تحت هنا هنلاقي بلاستيك الرخيص. الكواليتي بتاعت المواد وتقفيل المواد نفسه
لا والله كويس الى حد ما. مسند الايدين هنا بس هو ده اللي غريب شويه، بيلقلق، فالكواليتي بتاعته مش كويسه. انما غير كده نلاقي كل حاجه محطوطه في مكانها الطبيعي، عدادات كلها موجوده، السنتر كونسول هنا موجود، يمكن الزراير فيه كتير شويه هنتكلم عليها دلوقتي. كل حاجه الصراحه موجوده في مكانها، والتصميم بتاعها عملي جدا. تعالوا نشوف العمليه بتاعت العربيه عامله ازاي. تظبيطات الكرسي الصراحه كويسه جدا، تطلعه قدام ترجعه لورا، لا انا راجع حتى المفروض الاخر مش واصل حتى البنزين، فكويسه جدا لاي واحد طويل او قصير. الظهر زي نفسه بيرجع من البكره دي، بكره عاديه جدا. الكرسي بيترفع برده بينزل عادي مفيش اي مشكله. وفي حاجه لذيذه هنا كده، في دراع كده بتدوس عليه من هنا زي بيعمل ايه، زي ما انتم شايفين بيطلع الكرسي كده لقدام، يعني بيرفع قاعده الكرسي لفوق شويه، فالتظبيطات كويسه. عجله القياده هنا من الدراع ده ممكن ترفعها وتنزلها لكن ما بتطلعهاش عليك قدام. هنلاقي هنا مثلا اماكن التخزين الموجوده في الباب يعني صغيره شويه، ما تشيلش الصراحه شنطه ازازه كبيره، يا دوبك تشيل ازازه صغيره زي دي كده يعني يا دوبك. هنلاقي برضو هنا في ممسك ايدين هنا برضو كويس حلو مش وحش. الشباك اللي موجود جنبي طبعا شباك كبير جدا زي ما انتم شايفين. هنا الكاب هولدرز الموجودين يا دوبك هو كاب هولدر واحد بس موجود، يا دوبك يشيل ازازه، والازازه طبعا بتلق زي ما انتم شايفين، فاي كوبايه قهوه انت هتحطها هتدلق معاك على طول. الا ان الفرامل هنا اللي موجوده عاملينها بالفرامل اللي هو اللي بيسموها الايربلين ستايل، تمام. فرامل اليد يعني كان ستايل وقتها منتشر شويه، انا ما بحبوش قوي. في مكان هنا صغير زي ما انتم شايفين هو حاطط فيه شويه فكه، مكان هنا برده صغير مش عارف ممكن تحط فيه حته ورقه يعني. الا ان هو مثلا هنا في مسند اليد لو رفعناه هنا هنلاقي فيه هنا مكان تخزين برده والله مش وحش. مسند اليد زي نفسه طالع لقدام، انا ساند ايدي الصراحه مستريح. ممكن انت ترفعه كده لو انت عايز خالص، او ممكن انت تنزله لو انت عايز تنزله. مكان تخزين الباب هنا، درج الباب مش عميق قوي لكن يا دوبك يشيل ازازه صغيره اهو مستريح. وهنلاقي فوق هنا الشماسات بتاعتنا والانوار اللي موجوده فيها. تعالوا نشوف الاوبشنز اللي موجوده. طبعا وقتها ما كانش فيه اوبشن كتير في العربيات، لكن الا ان هنا في والله كميه اوبشنز مش وحشه. المرايات كلها طبعا تحكم فيها اوتوماتيك، الازاز هنا كله اوتوماتيك الا الازاز اللي ورا، يعني هنا بس التحكم الازاز اللي قدام والازاز السائق اسف الراكب اللي جنبك. الانوار كلها اللي موجوده في انوار ضباب اماميه وخلفيه، الا ان ما فيهاش اوتو فهتضطر انك تقعد تحرك على حسب الحاله بتاعتك. الاشارات بتاعتنا هنا على اليمين وعلى الشمال تشتغل، مش سهله جدا انك تتحكم فيها. وفيها هنا برده هنلاقي السبيد كنترول، السبيد ليميتر والكروز كنترول برده موجودين في نفس الاشاره. عجله القياده ذات نفسها كلها معموله يعني خلينا نقول مطليه بنوع من يعني جلد الصنايع خلينا نقوله. هنا هنلاقي في الشمال هنا التحكم في انك ترد على التليفون وكده، وعلى اليمين هنا هنلاقي التحكم في الصوت. ففيها شويه مالتي فانكشن ويل خلينا نقوله ضعيف جدا. قدامنا هنا هنلاقي العدادات بتاعتنا كلها عدادات انالوج عاديه جدا، الشاشه صغيره تحت هنا بتجيب لك عدد الكيلومترات اللي انت قاطعها. ثم بعد كده هنخش على السنتر كونسول الموجود الرئيسي هنا، هنلاقي الشاشه اللي في النص هنا دي اللي فيها بتجيب لك الراديو بتاعك والساعه ودرجه الحراره والتاريخ، بتلعب فيهم برضو وتظبطهم على حسب التظبيطات بتاعتك. والسنتر كونسول هنا بالشكل القديم بتاعه اللي فيه زراير كتير اللي ما بقتش محببه لناس كتير، لكن هي موجوده وعمليه. في السي دي بلاير توصل بالبلوتوث اللي انت عايزه. وتحت هنا من تحت هنلاقي بكر التكييف اللي موجود كله. الصراحه التحكم في البكر هنا محبب والتحكم فيه حلو جدا. في تيز برضو الصراحه التحكم فيه هنا يعني هو بيعصلك شويه بتاعت كل اوبل كده، ما اعرفش ليه فيها المشكله دي يعني. وزي ما قلنا فرامل اليد هنا هنلاقيها. غير كده الاوبشنز الموجوده اخر حاجه خالص موجوده اللي هي تحت، هي الانوار اللي موجوده بتاعت النص والانوار اللي ورا. تعالوا نشوفوا الكنبه اللي ورا عامله ازاي. زاويه فتح الباب ممتازه كويسه جدا، بيريحك جدا وانت بتدخل كرسي الاطفال. بالنسبه للكبار لما يجي يخشوا برضه مريحه جدا مفيش اي مشكله. مساحه السقف طبعا عربيه ام بي في عاليه جدا محدش يشتكي منها. رجليه تحت بتمد لغايه الاخر بس يا دوبك خبطه في الحديده بتاعه الكرسي من ورا. مساحه الركبه والله كويسه برده مش بطاله. الكنبه قعدتها مريحه مش وحشه. هنلاقي هنا في الجنب هنا في ممسك الايدين، في هنا تحت والله مكان تخزين جيب الباب حتى وحاطط فيها الزيت بتاعه، حلوه مش وحشه. ممكن تشيل ازازه صغيره برده مش وحشه. طبعا زي ما قلنا مفيش شباك، فهنا الشباك كله يدوي. تعال نشوف بينزل لغايه الاخر ولا لا. هوبا الحمد لله يا رب بينزل لغايه الاخر. طبعا اي طفل قاعد ورا فهيبقى كده مبسوط على الاخر. الازاز بينزل لغايه الاخر، الازاز كبير جدا شايف الرؤيه كلها وهو بيسوق، فمش هيبقى متضايق الاطفال بالعكس هيبقوا فرحانين. جيب هنا صغير زي ما قلنا قدام.
وخلي بالكم الحته الجميله جدا في الكرسي ده ان هو الكرسي اللي في النص ده بينزل لغايه الاخر، فممكن هنا لما تنزله تلاقي عندك هنا اتنين كاب هولدر صغيرين، ممكن تحط ازازه الميه بتاعتك زي ما انتم شايفين، وممكن تحط برده هنا مكان تخزين صغير لو عايز تحط موبايلك ولا اي حاجه. فممكن يبقى اتنين قاعدين برده هنا يبقوا قاعدين عندهم المسند ده. وفي النص هنا طبعا اضواء الاضاءه العاديه، والمماسك هنا بالخطافات اللي موجوده. تحت هنا برده فتحات التهويه، وفي فتحه 12 فولت من ورا. مسند الراس برده اولد ستايل شويه، لازم تدوس على الزرار ده وترفعه. الكرسي اللي في النص قعدته اريح من العربيات الكومباكت العاديه، لكن لازال هو مش كرسي مستقل بنفسه، مش زي مثلا في الفولكس فاجن توران، عشان كده التوران متفوق عليها في الكنبه الثانيه. النفق اللي موجود تحت هنا نفق برده مش عالي، صغير، انا قاعد هنا مش متضايق. الكرسي مستوي صح مع بقيه الكراسي اللي هو اضيق شويه، لو ثلاثه قاعدين ورا وانت قاعد في النص هتتضايق شويه، فقعدتها مش احسن حاجه يعني. والحاجه الاخيره فيها طبعا انت عايز تدي مساحه اكتر للناس اللي قاعدين ورا، انت ممكن تتحكم في المجرى بتاع الكراسي دي، وممكن انت تتحركها وترجعها زي ما انت عاوز عشان تزود وتقلل مساحات الركبه. تعالوا بقى نشوف هننزل الكرسي اللي ورا، الكرسي الثالث الصف الثالث اعمل ايه. ممكن برضه تنزل الظهر ده عشان يبقى عندك مساحه دخول كويسه. لا بالنسبه لواحد كبير الصراحه المساحه كويسه، مش مضايقاني. نشوف القعده عامله ازاي في حاله ان انا مطلع كل الكراسي اللي قدام. هي طبعا غير عمليه، فتعالوا نرجعوها شويه. فهنعمل كده كده. في الحاله دي ان احنا كل الكراسي اللي قاعدين، لا بالنسبه لواحد كبير الصراحه يعني انا يا دوبك ركبتي خابطه في الكرسي زي ما انتم شايفين. في هنا مساحه تخزين زي كبيره كده، هنا ممكن تحط فيها اي حاجه، كاب هولدر هنا صغير، ويعني غير كده مفيش اي حاجه ثانيه. القعده انا يعني طولي 164، رجلي يا دوبك خابطه، ممكن احرك الكنبه قدام شويه عشان ازود شويه في مساحه الركبه. غير كده الكرسي ده مناسب اكتر للاطفال وليس للكبار. ممكن كبار مسافات صغيره، لكن مش مناسب للاطفال مسافات، او مش مناسب للكبار اسف مسافات بعيده. طبعا مساحه الراس الموجوده بلا زالت كويسه، اصغر شويه لكن لا زالت كويسه. وفي هنا حزام برده موجود عشان برضو امان الاطفال. والرؤيه من ورا زي ما انتم شايفين في زي المثلث الصغير ده، يعني مدي رؤيه لحد ما حلوه مش وحشه. كان ممكن يكبر شويه عن كده، فالعمود اللي ورا ده عمود كبير شويه، لكن غير كده هو مش وحش. طيب تعالوا نشوف السرعه بتاعتها عامله ازاي. انها تطلع مفيش اي مشكله. طبعا العربيه فيها تقل شويه، تحس انها فيها تقل شويه لانها عربيه في الاخر برضو ميد سايز كلاس من الام بي في. نقل الغيارات سهل، بس في عصلجه شويه في عندي في الفتيس بتاعي، هو بس غريب شويه بالنسبه لي يعني. طيب زي ما قلت نقل الغيارات تقيل شويه، هو اوبل كده كلها، ولا فتره قديمه برضه يعني ما كانش فيها كميه التكنولوجيا اللي كانت موجوده. الا انها العربيه والله كويسه. الرؤيه قدامي في الازاز اللي قدامي بانورامي تحفه، جميل جدا يا جماعه. مش عايز اقول لكم ازاي انا مش شايف كل حاجه حواليا. الازاز هنا كبير جدا، الازاز هنا كبيره جدا، الرؤيه من ورايا برده كبيره جدا، حلوه جدا. يمكن بس البيلر اللي ورا، العمود اللي ورا ده تحس ان هو بس شويه كده ايه مغطي الرؤيه شويه، الا ان الازاز كبير جدا فمديك كل الرؤيه اللي انت عاوزها. وغير كده انت عندك اساسا سنسورز من ورا فتكفيك جدا ان انت تركن او تتحرك بعربيه كبيره زي دي. تمام. الفرامل بتاعتها يعني مش احسن حاجه، في احسن منها. تعالوا نشوف التسارع بتاع العربيه عامل ازاي. هي على فكره بتتسارع من 0 ل 100 في 14 ثانيه، وما فيهاش تربو، تنفس طبيعي. غير مثلا التوران مثلا اللي احنا عملنا لها ريفيو، اللي انا حاطه فوق عندكم في اللينك ده، ممكن تتفرجوا عليه. دبل تربو، ففي فرق كبير جدا الصراحه، في فرق في السرعات هنا ما بين دي وما بين دي. الا ان انا مش حاسس بتقل العربيه قوي، هو موجود وبيرمي معايا من ورا لما انا بسوق، لكن يعني تسلو العربيات اللي زي كده يعني في الوقت ده. طيب زي ما قلنا التسارع بتاعها مش احسن حاجه، محتاج شويه وقت عبال ما توصل لل100 بتاعك. الا ان العربيه ثابته في حارتها بصراحه ما بتتحركش. الستيرنج بتاعها تقيل شويه نسبيا خلينا اقول. الرؤيه كويسه جدا. عزل الصوت فيه على الطرق السريعه اللي انا لاحظته فيها كويس، مش وحش لكن مش احسن حاجه برضو. على الطريق السريع اداء الموتور ذات نفسه ضعيف جدا، بيتسارع ضعيف جدا عبال ما يوصل لل100. حتى بعد ال100 فالتسارع بتاعه ضعيف جدا والاداء ضعيف.
انصحك بالموتور ده لو انت عايز او انت يعني بتطلع على الطريق السريع كل فتره وفتره مع عيلتك وبتسافر كتير، انك ما تجيبش الموتور الواحد 6 من 10 ده، وهات الموتور ال 2 لتر تربو او ال 2000 سي سي تربو. ده هيفرق معاك كتير جدا، اداؤه احسن بكتير، بيتسارع بسرعه جدا حوالي 8 وكسر في الثانيه. فهو ده اللي بيناسبك لو انت بتسافر كتير. انما الموتور الصغير ده اكتر لجوه المدينه، يعني ممكن تاخد انت بعيلتك مثلا بتتحرك جوه المدينه، تروح النادي، تروح المشاوير الصغيره مع عيلتك جوه المدينه، مفيش اي مشكله فيه. لكن طبعا سفر انصحك انك تجيب على الاقل 2 لتر تربو. اللي زي ما قلت وانت قاعد ورا، الاطفال برضو مش حاسين بالموتور، لان الموتور هنا بنزين، فمجرد الموتور بنزين وهادي صراحه 6 من 10، فهو هادي شويه، فصوته مش عالي، دي حاجه كويسه جدا في العربيه دي. انا قاعد الصراحه، انا رافع الكرسي، انا المسند اللي هنا والمسند اللي هنا مريحيني جدا وانا قاعد، فانت قاعد الصراحه مستريح في القعده بتاعتك. استجابه العربيه تقيله شويه، يعني فيها برضو تقل شويه اللي موجود، ولكن كويس طبعا، مش وحش. طيب خلينا نقول اخر حاجه بس، يعني في العربيات القديمه دي انت هتحس كل حاجه تقيله، هتحس ان الفتيس تقيل، هتحس ان العربيه ذات نفسها تقيله، ما كانش فيها التكنولوجيا اللي بتساعدك وقتها ان انت تاخد حودات مثلا على سيركل قليل مثلا، او في الكيرفات ذات نفسها ما بتحسش بالبادي رول، الا ان هنا في بادي رول برضو. ولكن عربيه ام بي في انت متوقع منه، المتوقع ان ده يحصل جدا. يعني انا شايف الوان سواقتها كويسه مش وحشه، يعني يعيبها بس موضوع الموتور اللي انا عايز بقوله ده، ان الموتور بتاعها مش قوي قوي. الواحد 6 من 10 كان ممكن يبقى فيه تربو، كان هيفرق معاك جدا. يمكن ده العيب الوحيد اللي موجود في السواقه بتاعت العربيه دي. لو كان فيها تربو الصراحه كان هيساعدني كتير في المشي وفي الحركه داخل المدينه، وكذلك برضو على الطريق السريع. تعالوا كده نقوله في الاخر، الموتور ده انا ما وصيش بيه، اوصيك بالموتور الاكبر منه شويه لانه ضعيف نسبيا. يا ريت لو تقدر تجيب التربو، تمام. حاجه البنزين بسيط جدا يعني عنه، ازيد منه بحاجه بسيطه جدا. عربيه عمليه جدا، في اكتر منها عمليه في شايف ان التوران متفوق عليها بالنسبه للعمليه، لكن فرق السعر الصراحه هيخليك مغريه اكتر بالنسبه لك. وده اللي يخلينا نروحوا للليسته الاخيره بتاعتنا ونقول الشيك ليست بتاعتنا ان هي ثمنها السوقي يتراوح في الحاله اللي عندنا دي من 3000 الى 4000 يورو. هي موديل 2008 طبعا، الفيس ليفت بتاع الجنريشن الثاني، والعدد الكيلومترات اللي هي فيها حوالي 180,000 كيلو. طبعا هي تنفع عائلات الصغيره وعائلات الكبيره، عائلات المتوسطه، كل العائلات طبعا، اكتر العائلات المتوسطه والكبيره. شكلها مغري الى حد ما. البادي ستايل بتاعتها طبعا ام بي في او ميني فان. الكلاس بتاعها الميد سايز ام بي في. هي معموله في المانيا، وكذلك برضو اتجمعت في بولندا وفي روسيا. المصاريف التشغيل بتاعتها فوق المتوسط الى حد ما، بنتكلم في 7.1 لتر لكل 100 كيلو، ولكن ثاني اكسيد الكربون افرازه 169، وده يخليها ان فيها السي تي تاكس بتاعها بيبقى عالي شويه. الموتور اللي عندنا زي ما قلنا اللي هو 1600 سي سي 4 سلندر، 115 حصان، 155 نيوتن متر ترك عزم، ومانيوال 5 سرعات. بيدي السرعه القصوى بتاعته 185 كيلومتر في الساعه، وبيتسارع من 0 ل 100 في 13.4 من الثانيه. الجنوب بتاعتها 205 على 55 و16 بوصه. تانك البنزين بتاعها 58 لتر، 58 لتر تانك البنزين. الشنطه اللي ورا 140 لتر، وبعد كده بتزيد بتبقى حوالي 710 لتر، وبعد كده بتزيد نزلهم كلهم بتبقى حوالي 1820 لتر لما تقفل كل الكراسي. السنسور اسف الاوبشنز اللي موجوده فيها يعني متوسطه لحد ما، فيها سبيد ليميتر، فيها كروز كنترول، فيها باركينج سنسورز ورا خلفيه، وبرضه فيها مرايات كهرباء وازاز كهرباء. بالنسبه للاعتماديه بتاعتها فهي واخده 63%، ومصاريف تصليح في السنه حوالي مقدره ب 530 يورو. واخر حاجه خالص بالنسبه للامان، فهي كويسه جدا في الامان. هي فيها اي بي اس، وفيها اي سي سي، فيها 7 اير باجز، وفيها ايزوفيكس في الكرسي في الكنبه اللي ورا. بالنسبه للسيفتي هي واخده 5 ستار حسب اليورو انكاب للكبار، 5 ستار للاطفال، 4 ستار، وللمشاة نجمتين بس. طبعا مش هوصيكم تاني، ولو عجبكم الفيديو اعملوا معانا سبسكرايب في الزرار اللي عندكم ده، وافقعونا 1 لايك وشير الفيديو، وقولوا انشروا القناه بتاعتنا. ولو عايزنا نعملوا ريفيو لاي عربيه تانية زي ما كان النهارده احنا بنلبي طلب احد المشاهدين، فقولوا لنا في الكومنتات تحت. مستنيينكم ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.